العيشة محتاجة لنفس، يا راحة زورينا مرة وبس. العيشة محتاجة لنفس، يا راحة زورينا مرة وبس. عايش سفري شيب شعري، طول سفري وانا شباب. عايش سفري شيب شعري، طول سفري وانا شباب. علشان تعيش مشيها سفري بأي شغل، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. علشان تعيش مشيها سفري بأي شغل، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. شادي 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 الناس في وادي وادي وادي، وأنا في وادي وادي وادي. محامي وعندي تاكسي يا أستاذي. أنا شادي خريج حقوق، من وضع البلاد مخنوق. أنا شادي شادي خريج حقوق، من وضع البلاد مخنوق. عايش سفري شيب شعري، طول سفري وانا شباب. علشان تعيش مشيها سفري بأي شغل، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. علشان تعيش مشيها سفري بأي شغل، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. يا اخي طيب لحظة بس، الله اعلم. ان شاء الله بس يطلع المفتاح هذا هو نفسه. اسبوع يطلع المفتاح وده نفسه مالك يا شادي؟ يعني قبت انا بهدي وندي وبفراشي ومخدي وتقول لي احتمال المفتاح يكون مشوه. يا الله جالس غريت فوق راسي. ها خلاص اندو فتح ها. اوف ايوه تراب. ايش ده بيت خالتك ده ولا العباد الفرس؟ الله يهديك يما، بس الله يهديك. البيت وسخ، كم لما تجيش تنظفه؟ والله ده بيت يا شادي حلبك الالوان. صح والله انه رهيب. قاع زواقه وهنا. ايش دي المراقع داخلين بيت خالتك ولا مقوتي؟ لا بيت خالتي بس هي عجيبه كذا تغطي الحاجه عشان التراب. يعني كذا الحمد لله. بتزوق بتفقدوا لي الشيء اللي انتم صح تحبونه مره، بس والله العظيم بتفقدوا لي. بكون اجي ازوركم بكون اجي ولا يهمكم ان شاء الله. يعني بتفرقنا دحين يا شادي، ما عاد بنكونش نلتقي ولا عاد بنكون ندخل مدراجات سوا. ولا بفرقك ولا حاجه، بمشيطك لورا. حبوب لا ان شاء الله بكون اجي عندكم ولا يهمكم يعني. بس انت اهم شيء ساعدنا الان في تنظيف البيت، وقف معي لانه بصراحه سهير واهلها واقين يشوفوا الشقه، امي ما رضتش تنظف البيت. يا شادي عيب يا اخي ده مش طبعك. والله عيب من بدايتك. كل ما نقول لك حاجه تقول سهير قالت سهير فعلت. انا سيك تذبح بالسمنه الدخله، سيك زي بن عمتك يا اخي. عيب يا اخي مالكم كذا تفسروا الامور غلط. يعني لما يكونوا في اثنين متفاهمين معناته خلاص هي تحكموا ولا سكان يمين. مالك يا بانتي؟ انا قلت انك انسان يعني كول. الموضوع باختصار كذا انه انا وسهير حبيبتي يعني كذا متفاهمين. يعني مثلا على سبيل المثال انا افهم سهير اول ما تمهرر لي كذا انا خلاص اروح سؤال يعني افهم ايش الشيء. هلا طالما انه كذا اذا انت رجال ابن عمك رجال عقبتك. كيف دحين نبدا ننظف؟ يا اخي ايش ننظف يا اخي؟ عيب. انا عاقل حاره ابن عاقل حاره تقول لي نظف ما نظف. يا اخي والله انك سوري. يا اخي لو سمحت ايش من سوري؟ لو سمحت اسالك بالله انا مش معي غيرك يا بانتي ان انا مرمط وبعدين البيت وسخ. اسالك بالله نظف معي. يا اخي تستيني انا البانتي اسيب مدراجاتي واجي صفين معاك. يا اخي جرحتنا الله. يا اخي لحظه امانه عليك لو سمحت يعني نظف معي. يا اخي ما بقدرش فهمنا. مش شوفك لكن عكننتنا والله بنتدارجنا. عاد اصفيها انا قلبتنا فلبينيه لكن. الله يسامحك بس الله يسامحك. انا ان شاء الله بنظف بخلي الغبار يدخل بيه يسوي بيه استمه كذا واموت قبل العرس. حلبك الرحمه ما.
يا طبطب يا دلع يا تقول انا تغيرت عليك اولع اطفي ما حد يصفي الا انا. يا اخي ما يجي الهدرة يا بانتي ما عليك. يا اخي ما لك يا شادي. حجي اغاني امشي سوي نحن اغاني حق الرجال يعني طين طابل المايعة. يلا يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ولا طعم حتى يا اخي حتى بتعاوننا اللي قاعد تقرط لي. والله العيال تخيل كلها بانتي كلهم عيال اصحابي يحبون يحترمون. يقول لي بنقدر ننظف معك ونصف معك. قالت لهم لا ولا شيء حد. انا اشيل بانتي بس. البانتي الوحيد اللي حسبي يعرف عن التفاصيل اللي انا اشتريها. يا اخي انت هلاس ولا حدا قاعد يعاونك الا انا قاعد والله تعبت فيه. قال عاد العيال والله انه يا اخي بالنقر خلينا اشتغل والله. يا اخي اشتغل بلا بال. استاذ يلا استاذ نظف. صحابي يحبونك. سيب التنظيف. روح افتح الباب يا اخي مالك مو الفلبينيه حقها لك قوم فك الباب. من انا افتح. شوف هنا في وسخ خايس واحد. اغلق الباب مغفل. ولماذا تغلقين الباب يا اختاه؟ يا اخي الصدق يا شادي تقدر تجيب الضيق. ليش؟ والله العظيم انك تربي اقسم بالله. يا اخي دي ماله لماذا وقال واغلق الباب. يا اخي تدري العربي ولا تدري ليش؟ وش هدر دحين تنزاني؟ يا اخي الهدره دي ما تعجبناش انا ما تقول العربي الصغير. يا اخي الصدق ضيق يا اخي انا بدخل لي داخل والله انا اسمعنا انا بدخل بصفي داخل. حلو. لا شفت انا تحيرت ولا شيء عرف ان انا بيت لك قيوله بالحمام. اسلوق يا اخي بسلوق وانت سلوق دي اللي معك وخارج نحن. ايش في مالك امي كثير بعد امي. ليش امي تقرب عليك؟ اكيد شافنك مع حد. شافنك مع مين منطقين؟ يا هبل يا عبيط ما شافتنيش مع حد. امي درت انني هبيت لك المفتاح حق الشقه هذه. وانت ليش تعطينا المفتاح حق الشقه هذه؟ ايش بهذا؟ انت بصراحه قليله ادب. انا والله ولا حد بيفعل عليك. والله انك ناكر المعروف. هبيت لك المفتاح حق الشقه هذه عشان تسكن انت وعقيدتك الطويله الهبله. طيب يعني ليش انت ما غلطتيش طلعتي باص الشيخ بدل ما تجي عندي عشان هناك هي تروح للشيخ وتضيع هناك؟ لو سمحت اني طلعت باص كريتر. ايش يوديني الشيخ؟ ايش يسوي؟ صح. ايش معك الشيخ؟ ليش رحت الشيخ؟ ايش معك الشيخ؟ ايش معك؟ رحت باص كريتر. طلعت باص كريتر. ايش اسوي بالشيخ؟ اصلق. طيب مين اللي واقي الان؟ امي واقيه تحت. امي تحت. امي واقيه لا هنا. ايوه. وما تتكلميش يا هبله. من الصبح ايش اقول؟ اذا تخبي. يا شادي يا اخي فك الباب بالازعاج. اوه العاقن الراح هذا وديك اللي تدري لي عربي تقول الوحيده اللي معي حروف عربيه. والله العظيم ايش ذا العاقن. فانتي عما ايش جابك؟ ده مش بيتك ده بيت خالتي. ما يعمك لا هو صدق. انا اللي ايش جابني ولا انت اللي ايش تسوي هنا يا بنتي؟ بعدين فينه شادي فينه انا امي يفضل على يدك الطويله الهبله. منو ده هي لكن بلا عاقن. بنتي فينه شادي وشدا؟ اتكلم قبل ما اقوم اكسر لك راسك. شوفي يا عمه انا الصدق تدري ان انا احبك وان انا صريح ودغري. ايوه انا كنت شفته واقف هنا وسيت ام العربيه هذيك وبعدين بديت في الراحل وحق الله. بنتي انا الان طلعتوا بالدرك ما شفتهمش نازلين. فينهم يا بنتي فينهم؟ طب انا علشان بس ما اكونش عقان وما نحسدش ندوهم. ها كل واحد يوقف مكانه ولا حركه. يما سلميه يما سلميه. اوصل اللي جنبه سلميه يا شهادي سلميه. يما اسمعيني ام حبيبي. ما اسمعيني انا بفهمك حاجه. شادي هذا بيت خالتك يا شادي. بيت اختي سابت له عندي امانه لما راحت السعوديه بتجيب الطويله الهبله تعيش فيه بقى. طب يما انا في ذلك يعني خالتي قدام ما تجيش الا كل 10 سنين مره زي القمر تطلع كذا قليل وتروح. يعني انا باجي لها فندق برا. بعدين هذه كمان يعني خالته ما هيش غريبه يعني يا عمي يعني انت سبحان تعاقل يرضيك انه شادي هذا الطيب يروح يسكن مكانه بيت خالته يعني والله انه ما يقعش. بالله عليك يا امه هبيل البيت حرام. يا اخي اختي اديتك بيت الصدق. زعلتوني النفرين.
حسابكم انتم النفرين بعدين حسابكم. خلونا نشوف هذا الحين، هذا اللي دحين راح يتزوج لي واحده امي طبيبه مجانين، دكتوره مجانين. لا يا ما، لا لو سمحتي، لا ما رجاء ما تقوليش على زوجة المستقبل ده الكلام. يقنعك أن تقول لي كذا؟ كذا وبعدين تقولي زوجة المستقبل؟ أنا أمك يا أنا تقولي زوجة المستقبل؟ دحين بدينا يا شادي يا شادي مرقوع. يعني كذا بالصلاة على النبي يا عمه، انا ماشيش فينا هدير كثير انما هدير كثير عدينا. يعني انا اقول كذا من وجهة نظري يعني كعاقل حاره، يعني انه يعني بدل ما البيت يجلس مهجور ويعني يسكنونه الجن يعني ولا يجي سارق يلقط له الحبتين الالوان اللي موجوده هذه، يعني هذا طيب من عمتي او لابا، يعني تفهمينا يا عمه؟ فهمينا يا عمه. شوف انت يسكن بهذا البيت الجن ولا انك تسكن فيه بنت شفيقه؟ يا اما فهميني، انا بقول لك كيف. اسكت انت باش تسمع صوتك. وانت يا سوسن لا تحت. ها يما رجاء معلم ما اسمحلكش هكذا تجرحيني، اصلا انا ماليش دخل. هو اللي يخلي من داخل الكبد حقك. ايوه وهددني انه اذا ما سرقوش واجيبه له بيذبحني وبيقطع لي وصل ويقلعني للكلاب. كذابه، هي قال لي امسك هذا المفتاح هديت عيد ميلادك. صدقي يا عمه انه لو دول الاثنين عيالي فاتنا سكنتهم شهرين تأكيد والله، يعني عقانين. شادي همه منو واجي بيت اختي؟ اسالي نفسك، ايش درانا بيجي بيت اختي انا؟ يعني ما ادري بعدين لازم تقول بيت اختي عشان تعاير احنا. الله اعلم يمكن الجيران بفتح انا شوف بشوف مين. لو الجيران انا الحين لو الجوال بعرف اتصرف معاهم، لا ده بيجوا يدقدقوا علينا حيا وصهري حامي ومحامي عرضي زي ما توقعت ولا حد. شادي افتح حبيبي، افتح يا حامي عرضي. ايش جابك؟ مش انا رسلت لك رساله قلت لك خلاص لا تقوش. ما وصلت عم مش انتقلت له سير بيجي نشوف البيت. ايش البيت لوز ايش صح. تعال ايش من اللوز الان طالعين. حنين امك وشادي من دحين طالعين. أني الدكتورة شفيقة. إيش ده؟ ما قدرتوش تختاروا مكان أحسن بالدور الثالث؟ شفيقة أم المجانين إيش جابك أنت والعزلقة حقك هذه؟ أنا عزلقة أنا يا عم أني. الله يسامحك بس عشان شادي. شكرا. وبعدين أجينا عشان أشوف بيتي اللي سجله شادي باسمي. مالك يا بيتي يا أم بيت، أنت يلا حيالك يعني كذا عشة وعادة كثيرة عليك. شادي ما اتفقناش على هذا الكلام. ما اتفقناش صح. شادي هاي روحي. الألوان حق البيت تجنن. ايوه انا افضل نحن نسوي كمان موف هنا ولا هنا. ايوه بس ليش كده وسخ؟ وسخ خلاص، نص ساعة الآن البانتي بيقوم يقشطه ولا يهمك إن شاء الله. على اساس انه البانتي الحبشيه اللي قابلنا في الطوم صح؟ قسما بالله العظيم اللي بيخطي خطوة واحدة بكسر له. شوفي انت ايه يا خديجه مدري فطومه مدري ايش اسمك ديتيش. فطوم ايوه المهم شوفي لا تخلينيش اقلب اوريلك الوجه الثاني. ايوه اقلبي ام الوجه الثاني، اقلبي يا ام المجانين، اقلبي يا صفلقه. ايش صفلقه؟ بس ايش هي صفلقه؟ ما ادري بس اكيد في سبب. تتحريني صح؟ يا يما يعني الدكتوره زيك واحده زي دي تهابل عليك. لا تسكتي ليش صفلقنا احنا ونحن عمرنا ما صفلقنا. ايوه حبيبي شوفي اني اقول لك هذا يعني حرب لا الا هي حرب. لا عن عمود الله اشرب منه حتى يحمر. ما ابغى. لا قلت لك قبل الحلاوه. ما ابغى. لا بدلت لك ما خمري. قول. لا قلت لك كرواسو.
من كرواتيا الكوردة. وهذا الكرواتو ده حقك. كروات ذي وقبة اقول عشان بطنك تسبع. ما بغيت شيء. طب لا العابة كلها تسرب وتاكل من عندي. انت ولا سربت حاجة من الصبح قالت كذا؟ ولا لا وهذا الحين والشغله اللي شغلتنا معك. لا تطلب الله لا على عيالي انا. لا فاتح جلسه بلاس. هذا الحين انت يعني تأير الجلسه هنا ولا ايه؟ لا مطعم هذا. لا كافيتيريا. لا فلو ذا سوق. هذا الحين انت والشغله حقك قلعت نحن قلع. اوه كانك انت. لا بتسرب حاجه ولا لا؟ بغينا اصبر بغينا بغينا برتقال لين حامد بغينا. وهذا حتى المي ما هو موجود عندك. البخل ده حقك انت. القلص المي ب50 ريال. 50 ريال قلص المي. خلاص مي 50 ريال. 50 ريال ايوه. هذا تبهرل عليا. بتلقي لي انت ما زمزم ولا قال 50 ريال. 50 مني لما يسكنوا الراس حقك ده. تسي خلاص مي بارد ب50 ريال. تسي بلاد. نحن ما في كهرباء. بس انا كاتب الثلاجة ما في كهرباء. والمحطة مبند ما في ديزل. وانا اشتريت ماطور وعبيه بترول بيس اثلق المي وبيعه. والثا وينه؟ ما شاء الله كله لله وثاء. الثاء ينزل مع المي ب50 ريال. ينزل مع المي الثاء ب50 ريال. ما شاء الله. وهذا والثغل ده. تعبت تسرب ولا لا؟ يا اخي ما بغيت شيء يا اخي. انك ما سربت. روح. لا نحن لا هدي حقه والله كله وهذا لا سلام ولا كلام ولا شيء. كأنك انت. أبا لا سلام ولا كلام. كل يوم تقيمنا دي الساعة على نفس الموضوع. ما بشتغلش معك بالدكان أبا ما بشتغلش. انت خلاص ما عاد بتلاقي شيء بالبقالة. انت بترتاح وبتكون من اصحاب من اصحاب العدي من اصحاب ملايين. واخيرا فهمت يا ابا. واخيرا فهمت بلاك. يعني اكيد بتشغلنا مدير كيف لو مسك شركه صح؟ شوف الكور ده عقليه تياريه. تفكيرك انا. لا اقول لك ما سهل نعبود. كلك نعبود. شو بقول لك؟ نحن ما بنطلب يعني مهر لاختك. مالك يا ابا؟ لا مالك يا ابا. دي قدمعي اخته الوحيده دي. انا عدنا بمسك فيه به 2 مليون. بالله حقك دي ولا تمسك 2 مليون. اقول لك دي ب 2 مليون بتخلص وبعدين لكن اسمع كلام ابوك. نحن بنقيرها اياره. بدأت تفكر بي يابا. بدأت تفكر بي. أكيد بتدخل بإيجار عشان تدخل بها كباب وتخرجها وتزوجنا صح؟ نزوجك أنت. أي بالله حقك دي. قال لي زوجنا ونزوجك. قال نزوجنا أنت بنيجرك إياه. زوجنا. يابا معك بنت وولين. كين عيال مش 2 دكاكين عشان تأجرهم. مشان ذا نقول لك عقلية تيارية. يزنوا لما خلوني اجيب لهم بيت اختي. بس يلا هيا عسى الله بس انهم يجيبوا سيمان زي الناس. ايش تعتقدين يا فطومه اختي؟ انهم بيجيبوا ثياب كلها باليه ولا مستعمله ولا ايه؟ انتظري يا امه. كفى عيب تهدري على بنات الناس كده. ما كانوا بيجوا بيتكلموا عليا. لماذا؟ هل اني الهبله شفيقه دكتوره المجانين؟ مالك كده يا مساوخه؟ الا قولي لي يا فطومه كم دفعتوا به بهرد العروسه؟ ابوي لا تذكرينيش يا خير زرانه لا تذكرينيش. يعني لو عليا والله ما ادفع في بيه حتى ريال. لكن ايش اسوي لابني الهبل ذاك المساوخ؟ دفع في بيه 800,000. 800,000؟ ايش هي سياره ابو دبه؟ رحم الله زمان ايام ما كان المهر 10 شلينات. جدا
ليش انت من ايام الشيلينات؟ لا حبيبتي انا من ايام الربابي. من ايام الايش؟ الربابي، من ايام الربيات. قلت انت شكلك من ايام الدنانير والدراهم، ومين الذي شكله من ايام الشيلينات؟ والله يا اخي زرانة ذكرتيني ايام زمان، كان رخص يا اختي، والله كان ايامنا رخص اجداد. الله يرحمك يا عبد الحليم، خطفتني وخطفتني. مال امك؟ ايش انك ذكرتي المرحومه اليوم؟ اسمعي بقول لك، ايش تزوجتي انت وعبد الحليم عن حب؟ ايوه ده انا بقص لك قصتهم. شهداء قومي شوفي اخوك ماله تاخر. انتظري يا امه، عاد ما اقوش. خلص قومي صلحي لك ميرا يلا. او مالك اعتقنتي، خليها تقص لي. سكتة ولا تسمع لك الناس. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا دكتورة شفيقة. اهلا كيفك؟ شفيقة ايش؟ حكيتي لنفسك؟ الحاجة دحين بيطلع بعدي. شفيقة دول تبعيك. لا يمكن تبعك. مين انتو؟ نحن حريم الجيران انا دبرت عاق الحاره حريم الجيران نحن اتشقلنا بصراحه، شفنا الزفاه والحاجات دي، قلنا بنجي نشوف ايش فيه. ايش ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، الزفه حقكم الطمش حرق السقف حق البيت الله. ايوه احنا جينا عشان نشوف بس ايش العروسه جابت معاه. يقلعكم انتو الطبع الوسخ حقكم، مكانكم انتو والشقن. هي حلو ارفعوا حقكم دي البراقه، قلنا كلنا حريم. ابدا انا ما عملتش الا مرتين في حياتي، مره يوم زفافي ومره يوم ولادي. ايوه وانت الثانيه ليش ما تحليش امها؟ لا جرحتني وجرح القلوب غالي. لا حاشا وكلا، يعني عمري ما بحل شهاده ولا هذا الا عند عبد القبار، لا حفرتي وقرنتي ان شاء الله. اصيله حبيبتي اصيله. ايوه وانتي المكعبشه ليش ما تحليش؟ صحيح انا ما حاش الا بعاقل عاد حلي، متى دخلنا بلقتين ام خلعانش بالعفش. ما شاء الله على حريم استحوا، احسن من بعض الناس. ويا اخي يا زلال تقصد بنت سهيل. يا شدا يلا بنتي روحي جيبي الحاجات من تحت، اصلا حاجات ثقيله اشتري 2 3 يبزوني. طيب يا خاله يلا بسرعه افتحي الابواب اشتري. بهدل بك الطول هذا فضحك، عرفنا من انت. اصلا انت القناصه اللي فوق عيونك، انت ما فضح لك الا الجزمه هذه حصل تاسع. ايش جابك؟ وانت ايش جابك؟ انا جيت انا والبانتي. بنتي غلقات شكلكم اللي تبيع الملوك. بس جينا والله قلت ما فوت الا المباراه بين امي وامك. وبيني وبينك اتشقنت. الا هنا جنب الباب. ايوه شوفي تمام. ايوه دول بس. بتشمك شفيقة ايه دون بس ده كله عادك فوق زياده فتره. وافتحوا الابواب وخلطوا دحين بتطلع لي السفينه. ده كله جبتيني دي الشنطه السنينه وده المشقب السنين. لا من 7 شهور المشقب من 7 شهور. لا صراحه ده كتير، ده انا جلست طول الليل وانا اكتب كله مكتوب. كله مكتوب، دفعنا لكم 800,000 يا مساوخة. فكولي أنا الحين بس بشتري حلي صراحة، بصلح لي زغرة وغسل وزفاف.
قبل ده كله يما انا بعاونك بهذه الحفلات. ده كله شادي ده ايوه شادي يما، اجيت عشان الضحك. فين 800,000 حقي؟ فين 800,000 حقي يا لوبيشا؟ عليك ما تستحي. كانت تتكلمي على 800,000 وايش تسوي حقك ال 800,000 هذه؟ عمي دفعت من جيبك وبعدين السؤنينات دول السؤنينات هذه جايبها لي ماركه وهذا المشروب من باريس. هذا تتلاكع سؤنينه تتلاكع عليك يما. انا برديت حقي. شيل الله يما الماركات، شيل الله يلي تلبسي العبايه 6,000 مليون مره واربع مرات تصبغيها في السنه. يا شباب اهدموه الله النبي. شفتي كنت على كلام امك انا قلت لك ما هي من الرحديه من الحاطه من اسمني المهم شادي طلق الابدا من عبد الحليم صر. انا برويك بعجبك يما بعجبك. ايش في شمات وعزال. يا اخي انا بحق الله صح عني ما شاء الله علي ان انا حلو كذا من الله، بس عاد ازيد القشطه تحلي بي انا الصدق والله. ما انا بس لكن يا شادي قلت جبت لي الدوخه يا اخي. يا اخي قر يا اخي قر. يا جماعه بس بصراحه انا خايف. ايش؟ خايف؟ مالك يا صهير يعني قدك انت الوحش حقنا. يا اخي عيب يا شادي انت فقشت يا شادي. يعني بنخليك البانتي يعني اللي قدر يقفل حوافي وانت تقول لي انك افتقعت قعدت تفتقع لي من خليل زواج. انا كيف دخلتك مدراكه؟ ليك خليل زواج نعم قيس ربيان. يا اخي مش خايف من الحاجات بعد قاعدين تتفلسفوا ولا منكم بشيل المواضيع. انا خايف ولا كلمه. يا حبوبين ما شاء الله حبوبين. يا جماعه انا مش خايف من اللي ببالكم، مواضيع سهله. لا صب خايف من حاجه ثانيه بصراحه. لا تكون خايف من امي يا اخي امك ايش امك سهل الموضوع يعني حبتين كذا دخلت المي هذاك حق النوم ذهب الاسبوع الريحه. انا بصراحه يا جماعه خايف اقول لكم بس ما تفضحوا بي. يا اخي عيب يا اخي شادي شوف بلاعقين يعني عين فضح بك ليش يا شادي مالك ايش مصيبه معانا؟ بعد نحن مثال فضح بك يا شادي. تذكر ذيك البنت اللي كانت بتخطبها قبل اختي تذكر؟ لا سلوى الله يا اخي ايش الذكريات دي مع سلوى والله العظيم حبوبه كذا ولطيفه ومتقنزاح شتي وما الطلبات ديك زي حق اختك والله. لا والله كمان حتى تذكر اختك كانت طنه والله انا حبيتها والله بس يعني بعدين حصلت مشاكل بالحاره بطلت انا يا اخي والله يا اخي بس هب لكم من الاخير يعني مع احترامي لك ولو يعني الجمهور الكريم يا اخي الصدق اختكم هذه وزوجتك ولا تنزل من الحنجره اقسم بالله تكون شوكه طويله قاعد لا بس عيب شوف يا اخي الصدق والله تحس السحر اللي تجيبه قلب كله زاري. شوف شنو اختي صدقوا يا عيال انا من ايش خايف يعني؟ انا خايف لان انا بصراحه في جزء من الفلوس حق الصاله ما سددتش. الصاله الرياضيه؟ انا ده وقت دحين تدريب وحديد وعضلات يا شادي. يعني يا شادي يعني مش انه يعني خلاص انا وصيراك يعني ملاح وابتسامنا حلوه وبيض وده يعني انت تشي تكون زينا بظرف 10 دقائق مش الزواج يا اخي. اخواني يا اخي انت عروسه فاهم عروس لكن انت تهتم بايش؟ بالعروسه حقك الرقصه كذا فوق الكوشه يا شادي مالك افهم. طيب هي الكوشه والعروسه والرقصه داخل قاعه العرس. يا جماعه بصراحه انا ما سلمتش باقي المبلغ حق قاعه العرس. اخي عادي لكن سهل قلقتنا الحمد لله نطلع سهل. اخي بلا عجين اسم القاعه حق الزباب. القاعه حق اختي اللي حق اليوم العرس اللي حق الباصات الان الحريم يطلعون مشان بيروحوا هناك. القاعه اللي في بين الاكل والبروست يا اخي مش عاجين هو حق اللي دحين انا مقشوط بنروح زفه. انا فدال الصهير. كل على شانك يا شادي كنا بشانك يا شادي كل على شانك كل على شانك يا شادي كنا بشانك وعلى وقل على باقي وقدان يا شقيقه باقي وقدان. هيا
خلاص والله يا شهادة والله لو ادري انه تزوج كده بنزوجك من 4 سنين. هبقى اليوم صباح. لا هم الصباح والله انت مفكرني صباح. هيا مشي عنك. مشي عنك يا سيد. مبروك كلنا مشي عنك. مبروك الامتحان معنا. حلا يستاهل كله سهل. حلا يستاهل كله على يستاهل. حلا يستاهل. قلنا لك الفول يا شادي وانتي ست الكل يا شادي. قلنا لك الفول يا سهل. لا مش فوق الفستان ب 40,000 ايجارو. تعال اجلس هنا تعال. بدأنا بالدملعة. سوسو أخيرا يا سوسو أخيرا يعني بس يا شادي يعني استحي. حتى أنا استحي والله العظيم. طيب بس الطرح التطريز. الصراحة يعني كان يوم جميل والله العظيم. كان يوم حلو. أنا سعدت جدا بالتعرف معك والله العظيم. عرس مليح والله العظيم كان. بس بصراحة يعني والله العظيم كان عرس حلو. بس لولا إنه في خبارة كده ما عجبتناش والله العظيم. إيش في؟ امك يا اختي شمتت بالحنا والله. شمتت بالحنا عيب قسما بالله. انا ودي وكي انا يعني عارفه انه اصحابي كيف يحبونا ويحترمونا واهاليهم اقول كل الناس اقول امك ديك فعلها تفعلها اسالك بالله. لا الا امك. انت ما شفتش امك ايش سوت دخلت القاعه يعني؟ بهدلت بي قدام صحباتي كلهم. غير السعادة حلق اليوم عالدار بالحب والفرحة غير السعادة حلق اليوم عالدار بالحب والفرحة سمعنا رفيفة يوم التقى محمد نسل ناسنا خيار على الكرامة والشرف مع وليفة غير السعادة حلق اليوم عالدار بالحب والفرحة سمعنا رفيفة يوم التقى محمد نسل ناسنا خيار على الكرامة والشرف مع وليفة على الكرامة لا قضى على البهدله يا بنت الناس. لا قضى على البهدله. ما شفتش ابوك ايش طلع يسوي ده بالكوشه. تمنيت الكوشه تهب لي بالكوشه والله العظيم ولا اشوف المنظر هذاك. عائلة رمام والله العظيم كلكم بلاوي. اسمعينا دحين مش وقت الكلام هذا يعني وقلاب المواقع. انت مكانك كذا تعايري وتسبي وتشمتي وتبهدلي. اللي بدأت يا شادي. خلاص دحين يعني يوم نحن ويوم يلا خلينا نروح. وبعدين تعال ايش اللي سويته بالعرس اليوم يا شادي؟ ايش سويت ولا سويت حاجة؟ ها هذه فعلا تسويها بعرسي يا شادي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لكن خلاص سهل انا بصراحة والله انا وكنت على البانت وكنت على اخوك. بس معلمين الحاجات دي خلاص احنا يعني اليوم يعني يوم حلو كده وخلينا احنا يعني نبدا صفحه جديده. تمام يلا
امشي خلاص، خلينا ندخل الغرفة. فين نمشي؟ يمشي. لا لا يا شاديني بنام هنا نستحي. ايه دي القضي هنا؟ ايوه. اذا خلاص اسمحي لي، بروح القضي عند امي. ريح تعال. هيا من سهير، شوفي وبترقدي يا سهير. ها بطلي حنوق، والله لا رشيك بمي. بتشوفي ايش مي بجاز وبحرك. بتشوفي انت من الساعة جا ايش في من ايش في خير؟ امي الحبيبة. خير امه ايش في؟ مالك تبكين؟ لا تقوليش انه ابي مات. لا ابي مات زمان. وما ابي تكون في بشد حاجه. فقدت لك. نفذها لك امه والله، حتى انا فقدت لك. بس يعني اما انا جنبك 29 سنه، يعني ما فكرتيش تفقدي لي ولا يوم. حتى وانا عمري 4 سنين ما فقدتيش، بكيت الا اليوم. يلا قوم، اجيت اروح بك. هيا فرجت لك فراجك وصلحت لك على عشاء. هيا فاصوليا وحاجات. شو كشنتي لي كبده. يلا في الريحه ما انا بذلك مالك. اليوم مع عروسي يعني زفافي وحركات كذا، وزوجتي موجوده. معقول اسيب زوجتي بالبيت لحالي؟ مالك منه؟ ايش تبي؟ اسقله اذبح له عسني اول يوم. عسني يما؟ ايوه. يعني بتقولي عري كذا واحد يفهمها كذا عسني؟ طيب ما انا بذلك يعني بذبح له العسني بزرزر له. بس ما انا بذلك ما ينفعش اليوم بصراحه، ما ينفعش اليوم. وبعدين ايش في معي كذا واقع والظرف بيدك هذا؟ ايش في؟ شوف ما دام انت مصمم يعني ما بتجيش معي، شو هذه الصورة؟ صورة؟ ايوه اكيد لقطتي لي صورة ونحن جالسين كذا مع بعض. ممتاز يما. يما دي الصورة؟ ايوه علقي بغرفة النوم عشان اطمن انك ما بتنسانيش. يما ولا يهمك بس ايش الحلاوة طالعة تجنني يما انا بذلك. بس ما ضروري تتعلق بغرفة النوم. بغرفة النوم ولا بجلس هنا ولا بزح؟ خلاص انا اليوم بنام هنا. لا ولا يهمك ايش خذي هنا ما بغرفة النوم. ولو تشتي فوق البكاء حق سهير. ولا يهمك ان شاء الله. سما خلاص بعلقه فوق البكاء ولا يهمك. خلاص سلمي لي على شدة. تمام سلمي عليه وكلوا العشاء. تمام هي تمام. الله يحفظك والله ما شاء الله عليك ما انا بذلك. تسلمي الله يخليك. تفقدي يعني في اوقات. سهير جهزي البكال. أجيتم. لا يا روحي يا قلبي، يا قلبي يا روحي. معلش كانت تشتي؟ دي أمي مسكينة والله، يعني فقد لي وكمان فقد لي والله العظيم. فقد لي من كثر ما فقدت لي جابت لي صورة. صورة العروس حقنا؟ لا ايش من صورة حقنا؟ لا كنت خلتني مسرعة خرجوها. لا دي صورة أمي. صورة أمي، وقالت لي اختار مكان مميز داخل غرفة النوم عشان أعلق فيها. أنسب مكان. لا رجاء يا سهير، رجاء. لا يعني مش كفاية البهدلة حق القاعة، أجت تلحقني للغرفة. لو سمحتي صورة أمي بتتعلق هنا، يعني هنا وقدامك كده. لا ما بتتعلقش. بتتعلق يا سهير. كلمتي هي اللي تمشي. كلمتي هي اللي تمشي يا سهير. أنا رجال البيت. شادي أمي قد قالت لي لازم أذبح لك العسني. شادي يا سهير. برع. نعم أنت اللي برع. مين اللي برع؟ أنت. لا ما سمعتش. أنت. شادي. ها برع من غرفتي. مش خارج. شادي. ها برع. شكرا.
صورة امي